أنا بخاف جداً من الحلزون والرخويات بشكل عام، وفي يوم من الأيام فجأة اتحولت لحلزونة. بس قبل ما الحلقة تبدأ واحكي لك حصل لي إيه، بفكرك لو الحلقة عجبتك حط لايك واكتب تعليق جميل يحمسني إني أكمل، ومتنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تبقى أول واحد يشوف القصص الجديدة لما تنزل. ده كان كابوس، مجرد كابوس. شهقت وسحبت أنفاسي بعمق، بحاول أهدي نفسي، لكن الرعب اللي كنت حاسة بيه فضل لازق فيا. إحساس بالخوف مش عايز يروح. سينا، ماما كانت بتنادي عليا من تحت، خرجي الأكل لريكس. طبعاً المهمة اللي بكرهها أكتر من أي حاجة إني أكل الكلب في الجنينة بتاعتي اللي مليانة أواقع وحلزونات، آثارهم اللزجة بتلمع تحت ضوء الشمس زي عرض مقزز. أخدت نفس بطيء، لكن قمت من على السرير وأنا لسه متأثرة بالكابوس. أنا بكره الحلزونات أكتر من الكره، أنا كنت بترعب منهم. فوبيا الرخويات ما كانش بس مجرد قرف منهم، دي كانت حاجة أكتر من كده، رعب متعمق جوا عظمي، خوف غير منطقي بيشلني. بمجرد ما أشوف أجسامهم اللزجة مسكت طبق الأكل بتاع الكلب وخرجت. الجنينة كانت بالظبط زي ما كنت متخيلاها، مليانة حلزونات في كل حتة، ماسكين في النباتات بيزحفوا على الأحجار. ما كنتش عارفة أتعامل، لكن برضو ما كانش عندي اختيار. ريكس محتاج ياكل وأنا لازم أخلص من الموضوع ده. عضيت شفايفي بالعافية وأجبرت نفسي أنزل على الأرض، إحساس الفزع على كل ثانية. براحة جداً وبحذر حطيت طبق الكلب، وبمجرد ما حطيت الطبق الحلزونات بدأت تظهر، كأن الأكل جذبهم. واحد ورا التاني بيتحركوا بأجسامهم المقرفة اللزجة. حاولت أكون شجاعة، لكن كل ما كنت أشيلهم من عليا كل ما أحس إني بقيت أبطأ أكتر. إيدي بتترعش وبدأت أحس إن جسمي كله بيهرش، بس بمجرد ما أقرب منهم وبعدين حسيت بيه حكة في دراعي. بصيت تحت بسرعة وبطني اتقلبت، حلزون بيزحف على دراعي. شلته بسرعة، بس قبل ما ألحق أتصرف لقيت واحد تاني، وبعدين 2، 5، 10، كانوا كلهم مغطيين جسمي كله، ماسكين في دراعاتي ورجليا بيطلعوا عليا. أنا صرخت، الإحساس بالترجيع وصل لزوري وأنا بحاول أشيلهم. كنت حاسة بيهم عليا، ماسكين في جلدي، أجسامهم بتتحرك ببطء وبقرف. دخت، راسي اتقلبت وأنفاسي بقت قصيرة ومقطوعة من الخوف. كان لازم أهرب. جريت جوه البيت، قفلت الباب ورايا بكل قوتي. جسمي كان بيترعش بشكل هستيري، وجريت على الحمام بقلع هدومي وأنا بأسرع ما يمكن. دخلت تحت الدش وبديت أفرك جلدي لحد ما بقى أحمر، بحاول أشيل الإحساس إنهم لسه على جلدي، لكن مهما غسلت كنت حاسة بيهم، كأن الآثار اللزجة بتاعتهم محفورة في جلدي. ماما، همست وأنا خارجة ملفوفة في فوطة. كانوا عليا الحلزونات، كانوا عليا، ما كانوش بيبطلوا. أمي بصت لي بهدوء، لازم تستخدمي ملح، دي الطريقة الوحيدة علشان تخلصي منهم، لأنهم بيكرهوه. ملح طبعاً، ليه ما فكرتش في ده؟ ماما ادتني برطمان ملح ومسكت فيه كأنه طوق النجاة. المرة الجاية اللي فيها حاجة من دي تقرب مني هكون مستعدة. بالليل حطيت برطمان الملح جنب السرير قريب مني عشان أقدر أمسكه بسرعة، كنت محتاجاه يكون قريب مني علشان أحمي بيه نفسي. رحت في النوم، لكن ما لحقتش، صحيت من النوم تاني. المرة دي ما كنش كابوس، كان حقيقي، حسيت بيه، حلزون بيتحرك ببطء على رجلي. أنفاسي عليت وعضلاتي اتشنجت من الرعب اللي شلني.
ما كنتش قادرة أتحرك. بيتحرك لفوق، الإحساس البارد واللزج بيزحف على جلدي. بإيدين مرعوشين مديت إيدي أمسك برطمان الملح، مسكته بصوابعي جامد ورميته على الحلزون. لوهلة حسيت إنه شغال. الحلزون انكمش، جسمه اللزج بيتراجع وينكمش في نفسه. لكن بعدين كبر، أنفاسي تحبست وأنا شايفة جسم الحلزون بيضخم، يتمدد ويلتف، عيني طولوا على سيقان طويلة مقززة، وشفايفه اتفتحت على آخرها، بيسيل منها مادة لزجة زي المخاط. وبعدين شفتهم، سنان، صفوف وصفوف من السنان الصغيرة المتحركة اللي طالعة من بوقه المقزز وهو بيفتح أكتر. أنا صرخت، رميت ملح أكتر، لكن ما كانش في فايدة. رجليا ما كنتش بتتحرك، جسمي متجمد من الرعب وهو بيفتح بوقه بأقصى حاجة ممكنة. آخر حاجة شفتها كانت عيني دول بتلمع بخبز وهو بينقض عليا، وبعدين ما شفتش حاجة غير الضلمة.